اروح فاصل ماني قادر امر على الخبر كذا بدون كابتن يوسف الغدير. وش اللي قاعد يصير في المغرب؟ حتى منتخب الشباب ما شاء الله يعني. والله يمكن دور الاحتراف ابو بدر، دور الاحتراف من اعمار صغيره. رساله اللاعب انه يلعب في انديه حتى لو كانت مغموره درجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه في الدوريات الاوروبيه. انا اعتقد هذا هو الاساس، ليس فقط في داخل المغرب، هذا اساس اللاعب المغربي. خلينا نقول 50-50. كيف؟ خلينا نقول 50% بسبب الاحتراف الخارجي و50% بسبب استكشاف المواهب الداخلية. ممكن هذا بعد جانب زين. طيب احنا واحدة منهم ما احنا ماشيين فيها يا اخوي، احنا واحدة. والله يا يعني المنتخب السعودي للشباب اللي راح البطولة فيه عناصر جيدة، بس ما ادري يعني ما ادري وش كانوا يسوون. هذا المنتخب ذا اخذ برنامج اعداد طويل. ولا ما تبغى ولا ما تبي نحرجك في السؤال ذا؟ لا بالعكس والله، لا والله ابو بدر، انا اشوف انا قريب يعني من او حول الاتحاد والله. يعني في عمل، كان عندنا المراكز، كان عندنا المنتخب الابتعاث، كان عندنا منتخبات السنيه يعني كانت قليله. الان يعني يمكن مع الكابتن ناصر لارقيت اللي هو المدير الفني، الان عندنا يحدود 11 منتخب عندنا من شوف من 21 انا رجل طبعي احب النتائج. ما احب اركب مع المسؤول في المركب حقته، ما اركب معك السياره. انا رجل لي في النتائج. في نتائج انت ناجح، ما في نتائج ما انت ناجح. والله تبرر. واصلا كان ذيك اليوم مطر، وذيك اليوم كان اصلا الحظ والحكم. نبي نفوز زي الناس. يا الناس هذه شلون تفوز؟ اعطونا الخطه. مبدر في العرف ان القطاعات السنيه، الفئات السنيه لا تحكم على نتيجه. انت اكتشف لي لاعب. احنا ترى عندنا بس حلقه مفقوده اللي هو 21. هذا بين على ما قالوا بين الانديه وبين اتحادنا. انه لو هذا موجود، هذا العمر موجود 22 23 على اساس ان اللاعب ينضج بعد ما يكون في الفئات ويروح فريق اول، هذا فقدناه يا ابو بدر، هذا فقدناه. يعني في الانديه ما في دوريات، ما في دوري يعني متنافسي. يعني قصدك من اللاعب يكمل 18، من يكمل 18 دخل 19 ضاع مستقبله، هذا اللي تقصده؟ ايوه كذا، وما يمدي يروح الفريق الاول. الان الفريق الاول يا دوبك ذول اللي فيهم كبار يا دوبهم يلعبون ودكه، اللي يلعب 3 4 او 2 في كل نادي، او يطلع ويرجع بجواز ثاني يسجلونه مواليد يلعبونه اساسي. شكلها كذا والله ممكن. شكلها